منذ بداية ثورة روجافا التي سميت ثورة المرأة، تم تأسيس دار المرأة القامش للحكومة والحسكة عام 2011، وأصبح عدد دور المرأة في كانتون الحسكة 12 دار، مع دار المرأة السرياني الذي يعرف بعشتاروت. ولكن لم يكن سهلا فتح هكذا عدد من دور المرأة، بل كانت بالصعوبات والتحديات ومواجهات العادات والتقاليد الرومية السلطوية، وعدم تقبل المجتمع لهذا الفكر، وبإرادة وإصرار بعض النساء المؤمنات بحرية المرأة. بدأت مسيرة هذه النساء لنشر فكرا وفلسفة القائد، والصعوبات كانت في زيارة المنازل، وكان يأتي الرد برفض وطرد هذه النساء، ولم يكن من قبل الرجال فقط بل من النساء أيضا. ويوما بعد يوم زاد عدد النساء اللواتي يؤمن بفكر وفلسفة القائد التي تنادي بالمساواة والديمقراطية بين الجنسين. وكما قلنا في بداية عمل دار المرأة كان عمل اجتماعي ودوعوي، وفي عام 2014 تم صدور قانون المرأة يحمي حقوقها وواجباتها، لأن القانون يحميها من تعدد الزوجات وزواج القاصر والحياة والشغار وزواج الدية. وبعد 2019 تم القضاء على هذه القضايا مثل الحياة، الشغار وزواج الدية وتعدد الزوجات وزواج القاصر، لا نقول تم القضاء عليها بشكل كامل. ليست خيار بل واجبا دينيا واخلاقيا وانسانيا. لم نسامح بان يسرق احد احلامهن او يهدر كرامتهن معا. نصنع عالما امنا بيناتنا جرأته في كسر الصمت قد تنقذ حياه غيرك. تأسست منظمة السارة عام 1/1/2020 في الحسكة، وهي منظمة نسائية مدنية اجتماعية تناهض العنف بكافة أشكاله، تكافح جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقبل في عبواتها كافة النساء من الطوائف والأعراق. تتخذ المعارك والمواثيق الدولية والإعلام العالمي المناهضة. تؤمن بأن التغيير يأتي من الداخل ويعزز مشاركة المرأة في الحوارات، وهو ملتزم برفع مكان المرأة من خلال ضمان أصواتهن وسماعهن من قبل صانعي القرار، وأن أولوياتهن تتحفز الاستجابة والإصلاح. تعمل منظمة السارة على مواجهة مختلف أشكال العنف القائمة على النوع الاجتماعي. هيئة التمييز في حال عدم قبول أحد الأطراف بقرار ديوان العدالة بشقيها المدني والجزائي يتم الطعن بالقرار. إذا عدنا إلى هيئة التنفيذ، اختصاص هيئة التنفيذ تكون تنفيذ القرارات الصادرة من ديوان العدالة المكتسبة الدرجة القطعية، وأيضا ضمن اختصاصها تثبيت الاتفاقيات التي ترد من دور المرأة ولجان الصلح. أي تأثير يكون مع ديوان العدالة في الدعاوى المدنية ومع دار المرأة في بعض الدعاوى الجزائية، تعدد الزوجات وزواج القاصرات والضرب والإيذاء، وفي الدعاوى الجزائية تنسيق منظمة سارة إلى دعاوى القتل والإيذاء والضرب. يعني جناب تشوفها في شامل سشكنا أول في جناب زنتم لخسالي وانا تصور إقبل وفي خسالي تكون حقيقي ما نشوف تشتغل بيان ببيت يعني الإسلام لا تكلم بشيء القانون يقول مباشرة جناب تشوف الشيء برنامج في برنامج ده ما تقدم جناب تشوف ما حد حسب أو نحن الجنة تبجي الجنة هالقراوين رح هذا نتشين وأمر رح لسان كادو تنظيمك ورخصنك نكن أو كادي ممدن أما نجمع أما شما ناجني ماي على وقت بيجن بلا هو راسنا ماري شما بيجن تنظيم عشان يجي ما يدرسي باندكن لما بيجن إدارة ذاتية لما باندكن تنظيمها شرق شمال سوريا معنا قوى ما يشتكن قادتين كلاك لما بروجانا ويروجي جنكي محامي كاتبين جواب دفاعي جنة بدندرة شرق شمال سوريا تفضل يخصن كريم تشرحنا أنا بجينا بعلام من كوي جابا باري مكران باري كيما كران باري أكشنا حمينا مالا جن كاني نام بكل مالا جن نراسة أما سنة تماشا بكل حميك مشاكل تين مالاشن شحمي مؤسساتك. تحت
المخرجات هي: أولاً التنسيق مع منظمة السارة والتربية لإعطاء محاضرات عن الابتزاز الإلكتروني للطلاب في سن المراهقة. ثانياً التنسيق مع الكومينات وإعطاء محاضرات للمجتمع. ثالثاً إعطاء ندوات حوارية للنساء والرجال. رابعاً فتح دورات مفتوحة للرجال المدنيين والعسكريين وإعطاء قانون الأسرة. خامساً التنسيق مع أسايش المرأة وهيئة المرأة لفتح غرف في نقاط الأسايش في جميع النواحي من أجل حالات الهروب. الاقتراحات: 1. فتح مركز لعلاج المتعاطين لمادات المخدرات. ثانياً تعديل قانون تعدد الزوجات وعدم شمله بالعفو ورفع سقف الغرامة المالية ليكون رادعاً. رابعاً تشكيل لجنة ضمن الكومينات المرأة عندما تتفاعل لعلاج المشاكل في الكومينات. خامساً إعطاء قانون الأسرة ضمن الأكاديميات والمدارس. جيانا آزار